الأمريكية الموجودة الآن هي معونة عسكرية الدرجة الأولى، وهي مرتبطة باتفاقية السلام، اتفاقية كامب ديفيد ما بين مصر وما بين إسرائيل. احنا ميزانيتنا في السنة 1100 مليون جنيه، بنصرف على الخطة حوالي 400 مليون جنيه أو 500 مليون جنيه. إذا دعا الأمر إن احنا نوفر 50 مليون جنيه بنوفرها على الجزمة ولا بتهمنا والله العظيم. ليه أنا بقول هذا الكلام؟ ليه أنا بقول هذا الكلام؟ أنا بقول هذا الكلام النهارده بمناسبة بقول هذا الكلام بمناسبة امبارح السفير الأمريكي قابل نائب رئيس الوزراء للتموين، وراح عنده مقموص وزعلان، وقعد عنده دقيقتين، وكان مفروض هيتكلموا على التموين، المواد التموينية اللي احنا بنجيبها من أمريكا حسب قانون الحاصرات. وقال له والله ان انا ما بقدرش اتكلم ابدا دلوقتي في هذا الموضوع. ليه؟ لان سلوكنا احنا يعني هنا في مصر مش عاجبه. انا بقول له هنا اللي سلوكنا مش عاجبه يشرب منين؟ يشرب من البحر. وان ما كفاهوش وانتوا هنا اللي ما يكفوش البحر الابيض بنديله البحر الاحمر يشربه كمان. اللي انا بدي اقوله الأمريكية الموجودة الآن هي معونة عسكرية الدرجة الأولى، وهي مرتبطة باتفاقية السلام، اتفاقية كامب ديفيد ما بين مصر وما بين إسرائيل. اللي انا بدي اقوله ان احنا لا يمكن نبيع استقلالنا عشان 30 مليون جنيه ولا 40 مليون جنيه ولا 50 مليون جنيه. لان احنا مش مستعدين نقبل من واحد اي كلمة، اللي بيكلمنا اي كلمة بنقطع له لسانه. كده كلام واضح وكلام صريح. اللغات التي توجدها؟ أنا اللغة العربية طبعا يعني طبيعي، والإنجليزي شوية، والفرنساوي يعني جود مورنينج وبتاع وكده حاجات زي كده. الإنجليزي فير زي ما بيقولوا يعني. يعني I can't understand you. طب اوكي that's good. والفرنساوي شويه ممكن اقرا فرنساوي افهمه يعني. اقول لك كومنت ليفو يعني تسلك بيتي وزوبا تيسوني عشان يعني تخلي بالك بالراحه يعني. Please represent us in a best way. You carrying the culture, the Egyptian culture. You gaining another culture, probably another citizenship. You are in our hearts. Hopefully that you can continue your you are key. لا وشمال كده ولا اعمل اي حاجه كده ولا خش على من هنا ولا اعمل ايوه يا جدع منز، الله يخرب عقلك يا جدع والله منز. وانا اقول يا رب ده انجليزي ليه يا مرسي؟ قالوا الدستور قرآننا، كأن الدستور حاجة عظيمة جدا يعني. لكن الإمام البنا رحمة الله عليه قال لهم لا، بل القرآن دستورنا. في سنة 53 كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين على ان يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم. وقابلت المرشد العام للاخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب ايه؟ اول حاجة قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر، وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. كل واحدة تمشي. بل القرآن دستورنا، كان وسيبقى، سيظل القرآن دستورنا. وانا قلت له يعني اذا الواحد قال هذا الكلام
بيقولوا رجعنا لايام الحاكم بامر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل. انا في رايي ان كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لا، انت باعتبارك الحاكم مسؤول. الشريعة ثم الشريعة ثم الشريعة. قلت له يا استاذ، انت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة ولا حاجة، ما لبستهاش طرحة ليه؟ إذا كنت انت إذا كنت انت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة، عايزنا ننزل ألبس 10 مليون طرح في البلد الناس. إن تضامننا مع نضال أبناء سوريا الحبيبة ضد نظام قمعي فقد شرعيته. ايه ده؟ مين الراجل العبيط ده؟ الراجل ده عبيط قوي، شبه علبة الكازوزة المطبقة. الراجل ده عبيط جدا. هو عارف انه عبيط؟ والحكومة عارفة انه عبيط؟ هي يعني مكتوب في الباسبور عبيط؟ مكتوب طبعا. وفصيلة الدم ابيته.